السلام عليكم. ايه الاخبار يا عزيزي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. رمضان خلص والعيد دخل علينا، فربنا يا رب يجعله عيد سعيد ويعيده علينا وعليكم بالمن والمغفره، ويا رب يجعل ايامكم كلها عيد وايامكم كلها سعاده. فالمهم، في الوقت اللي الناس نايمه فيه في العيد، انا فاتح وبصور لك فيديو. شفت جمال الاستمراريه وشفت جمال تقديم المحتوى. مش حد بيعمل كده طبعا. امبارح نزلت فيديو وقلت اني هاخد اجازه لحد يوم الاحد عشان اجازه العيد اللي هم 3 ايام، بس ما خدتهمش. النهارده تاني يوم عيد، بكره التالت، والفيديو اللي انت بتشوفه ده مش هينزل في العيد عشان في قبله فيديوهات المفروض تنزل، فممكن الفيديو ده يتاخر شويه، مش عارف هينزل امتى، بس هحاول ان شاء الله انزله في اقرب وقت. استنى صح، بما اني بشاركك كل حاجه في حياتي، فانا عايز اوريك هدوم العيد. هروح اغير وجاي. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. يا ليلة العيد أنستينا وجددت ميمو. فانت إيه رايك في الاوتفيت بتاعي يا عزيزي؟ يبقى اكتب لي رايك في الكومنت تحت، واكيد هي جميله عشان في عيونك. فالمهم، النهارده عندنا سؤال مهم قوي: ليه انا بفشل في الدايت ومش بعرف انقص في الوزن بتاعي؟ في حلقه النهارده ان شاء الله هحاول اوضح لك كل حاجه بالتفصيل، وخلينا مكملين فيديو عادي عشان انا كده كده نازل كمان شويه. فيلا بينا نبدا الحلقه. قبل بس ما ندخل في موضوع حلقتنا، عايز اوريك حاجه وعايز اشاركك حاجه. يعني بص، هي يعني جات لي دي كعاديه وكان فيها يعني سنه حبيبي يا مش. قبل ما نبدا الفيديو انا عايز بس اوريك عاديه جات لي، عايز اشاركها معاكم بما اني يعني بشارك كل حاجه وكده. بص، جات لي دي وكان فيها 200 جنيه، تمام. يعني صراحه منظرها حلو قوي وفكرتها جديده، انا اول مره صراحه تجيلي يعني حاجه زي كده، فانا فرحت بيها شويه يعني وكده. يعني والله البتاعه دي حرفيا في قلبي، بس المره الجايه يعني لو اتحط فيها 1000 جنيه هيكون احسن بكتير يعني. وكفايه رغي، ويلا ندخل على موضوع الحلقه. بص يا عزيزي، اصعب جمله تقولها لنفسك: انا هبدا دايت يوم السبت. ليه يوم السبت؟ لان يوم السبت اول الاسبوع اللي بنبدا فيه الحماس والشغف، وبتيجي يوم الثلاث بتكون واكل بيتزا ومعجنات وكريب وتقول لي انا مش بنقص في الوزن. المشكله هنا مش في ارادتك ولا نوع الاكل اللي انت بتمنعه، المشكله هنا انك بتلعب اللعبه كلها غلط. النهارده هقول لك ليه 90% من الناس بيفشلوا في الدايت، وازاي انت تكون من 10% اللي جسمهم بيتغير فعلا. اول حاجه، في جمله بنسمعها كتير جدا وهي الدايت محتاج اراده حديديه، والدايت مش اراده بس، ولو كان كده كان زمان اغلب الناس عامله اجسام حلوه. الحقيقه ان جسمك اذكى منك، اول ما بتبدا تحرمه هو بيبدا يحاربك بكيمياء وهرمونات انت مش شايف. لما بتقلل اكل فجاه جسمك ما بيعرفش انك عايز تعمل فورمه للصيف، هو بيفهم ان في مجاعه فبيفرز هرمون الجيرالين بتركيز عالي، وده اللي بيخليك تحلم بالحلويات والمخبوزات وانت نايم. نقطه الثبات: جسمك عنده وزن معين هو بيرتاح فيه، اول ما تنزل عنه هو بيعمل ريستارت لجسمك ويبطئ الحرق عشان يرجعك الوزن القديم، وده اللي بنسميه اليويو افكت. هقول لك مثال: لما الموبايل بتاعك يوصل 5% بيقفل برامج كتير قوي عشان يحافظ على البطاريه، وده اللي جسمك بيعمله بالظبط في الحرق لما تجوعه. وهنا هننتقل على نقطه تانية: فخ الاكل الصحي المحبط. الحرمان بيولد انفجار. اكبر غلطه انك تحول اكلك كله لاكل مستشفيات، مسلوق ومشوي ومن غير طعم، وده اللي بيخلي جسمك يربط بين الدايت وبين المعاناه. وهنا في سؤال غريب ومهم: ازاي الناس بتبوظ الدايت باكل صحي؟ لو انت دلوقتي هتيجي تاكل زبده فول سوداني او مكسرات او زيت زيتون، الحاجات دي مفيده جدا جدا جدا، بس السعرات بتاعتها صاروخيه. يعني انت ممكن تاكل شويه مكسرات قد كده بس سعراتهم بسعرات وجبه كامله انت بتاكلها وانت مش دريان. الحل هنا وانت بتطبخ: اتعلم فن التوابل وصوصات الدايت البديله، زائد الملح الخفيف وطريقه الطبخ بالاير فراير، ده هيخليك تاكل الاكل اللي انت بتحبه بس بذكاء. وهنا هننتقل على نقطه ثانيه: وحش الكورتيزول، النوم والتوتر. لو انت عامل دايت قاسي وبتحرم نفسك وبتتمرن 3 ساعات في اليوم، فانت كده بتضغط على نفسك ضغط كبير قوي. الضغط ده بيرفع هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول مسؤول عن تجميع الدهون في منطقه البطن، الكرش تحديدا. علاقه النوم بالحرق: دراسات كتير اثبتت ان الناس اللي بتنام اقل من 6 ساعات نسبه الجوع عندهم اليوم اللي بعده بتزيد بنسبه 25%. السؤال هنا ليه بيحصل كده؟ لان هرمون الشبع بيقع وانت سهران بالليل. النوم مش رفاهيه، النوم هو الوقت اللي جسمك بيحتاجه منك عشان يحرق دهون ويبني العضلات اللي انت تعبت بيها في الجيم. وهنا هندخل على نقطه تانية:
قاعده ال 20 80 سر الاستمرار. ما تحاولش تكون 100% صح لانك هتفشل. خليك 80% ملتزم باكل البيت، بروتين، خضار، فواكه، و20% سيبهم مساحه لخروجه او وجبه مع صحابك او وجبه حتى ترفه بيها عن نفسك. واهم حاجه المرونه النفسيه. لو بوظت وجبه انت كده ما فشلتش، انت بس خرجت عن الطريق محطه واحده. ارجع في الوجبه اللي بعدها وما تستناش لحد يوم السبت الجاي. في النهايه جسمك ده شريكك مش عدوك. اسمع لاراداته، غذيه كويس، ريحه كويس، وهو هيديك النتيجه اللي انت بتحلم بيها. الدايت مش فتره وهتعدي، الدايت هي الطريقه اللي انت بتحترم بيها جسمك كل يوم. وما تنساش قول ربنا عز وجل: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ربنا في الايه دي بيطمنك انك لو سعيت هتلاقي الحاجه اللي انت بتحلم بيها قدام عينك، وده طبعا بمشيئه ربنا. واهم حاجه الاستمراريه، مش يوم او 2 أو 3. استمر وانت ان شاء الله هتلاقي النتيجه اللي انت بتحلم بيها، ودي نتيجه الاستمراريه. بص، مش غلط انك تاكل كحك او تاكل قطايف او تاكل كنافه. الله يرحم ايام رمضان، ان شاء الله هتتعاد علينا تاني بالخير والبركات والغفران. بس الغلط انك تفضل تاكل كتير من غير لازمه، وده اللي هيضيع ويبوظ الدايت بتاعك. بص، لو جسمك الحرق عنده عالي زي كده ممكن تاكل اللي انت عايزه، بس بذكاء برضو شويه عشان ما يجيلكش اي امراض. وكل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير، وربنا يا رب يعيد علينا وعليكم اعيادنا كلها بالخير والمغفره والسرور والسعاده. وان شاء الله ربنا دايما يجمعكم مع حبايبكم ويبارك فيكم. وهنا الحمد لله وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسانيش من دعائك، واتمنى اكون فدتك. ومع السلامه يا عزيزي.